الاستاذ محمد السبكي انا اعرف ان العيله بتاعته اساسا هم كانوا اساسا عيله جزارين وكان عندهم محلات جزاره كتير قوي من زمان، تمام؟ فانا اقول له يعني ان الجزاره دي مهنه محترمه والمفروض ان هو يرجع للمهنه دي بدل الفن والمتاجره. لا 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 بدون مقاطعه كلام حضرتك بس، بدون مقاطعه كلام حضرتك يا فندم. انت بتتكلم في ايه؟ لا لا يا فندم وتقول ده فن. ايه علاقه الفن باهل البيت عليه السلام؟ الاغاني كتيره، الاغاني كتير قوي. ايه اللي يدخل اهل البيت في الموضوع؟ واحنا هنرد عليه بعد كده. ما الناس وضحت الموقف. لا هي القضيه ان هو عايز يرجع الحاج احمد لشغله ثانيه، يعني هو الموضوع مش ما يخصش الدين كده. لا هو الموضوع يخص احمد السبكي يعني. لا الدين كله هو اساس الدين. ليه؟ لا انت ربنا اللي يحاسبني يا فندم. انت بتتكلم في ايه انت؟ في ربنا يحاسبني بقول اللهم لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. انت بتحبهم اكتر مني؟ ده مش سامع، علي صوتك مش سامع. محمد بدأ يشتغل عبده موت عليك فبيقول لك ربنا اللي هيحاسبني يعني. ما ربنا اللي حاسب الناس كلها، لكن ليه الاساءه اهل البيت عليهم السلام؟ ليه الرأس على اهل البيت عليهم السلام؟ ليه الاساءه ليهم لما الاساءه تيجي لما الدنيا بتتقلب؟ يعني الناس استاذ بهاء، الناس اوضحوا انه في خطأ، حينما اكتشفوه صححوا هذا الخطأ وجابوا النسخ كلها وازالوا الجمله. احنا قعدنا يا استاذ وائل، قعدنا 6 ايام بنطالبهم، قعدنا نطالبهم نتكلم في الموضوع ده 6 ايام، يعني بعد 6 ايام من العرض. بعد طيب خلينا الاول اخد الحاج احمد السبكي. ممكن ارد على الجمله دي بالذات؟ طيب خلينا اخد الاستاذ احمد السبكي. استاذ احمد اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل. اهلا بيك استاذ احمد. انا بسلم على الراجل اللي عمال يقول لك احمد السبكي كزار ومش كزار. عايز اقول له جمله واحده بس. احنا بلد اسلام مش بلد شيعه. بالظبط. الشيعه دي في الاردن هناك وفي الحاجات دي. احنا بلد اسلام وكتاب وسنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا موحدين بالله. هو مش مسلم قد اللي بيتكلم ده، اللي بيشتم وبيقول احمد السبكي يرجع لمهنته ومش احمد السبكي يرجع لمهنته. انت ايش عرفك مهنتي ايه؟ مين انت اساسا؟ انت شيعه اساسا. طيب اهل البيت احنا فوق دماغنا غصب عنه عشان تبقى عارف. ولما كانوا بيقولوا والنبي صلي صلي صلي، ما اغتربتش ليه؟ هو خدتك الجلاله كده يا استاذ يا اللي بتتكلم انت. والنبي صلي 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 ما بنقولها من زمان. ومدد يا حسين ومدد يا تسوقي. ليه ما بتعترضش الكلام ده؟ كنت انت فين من الكلام ده اساسا؟ كنت حرياتك الحكايه دي قوي يعني. طيب يا عم وشلنا كل النسخ اللي كانت فيها الحاجات دي وقطعنا المكان ده. الجملتين اللي حرقينك قوي دول عملناهم وشلناهم يا استاذ. احنا مش بلد شيعه يا ناس. هنروح فين في الاخر؟ انتوا هتودوا مصر فين؟ ولسه هنشوف ياما هنشوف منكم. طيب استاذ احمد، مش عشان حد، مش عشان الشيعه، احنا شلناهم عشان ربنا بس، لان احنا مؤمنين وواحدين بالله. طيب استاذ عندك يا استاذ وائل دي افهم الراجل اللي بيتكلم ده. الناس دي مسلمه كلها. لا وما فيش حد يا استاذ احمد، لا احد يملك انه يشكك في اسلام حد. الفيلم ده لو ما نجحش يا استاذ وائل ما كانش حصل عليه الضجه دي كلها. اسمع اللي بقوله لك، لان انا معايا 7 افلام في نفس السيزون وفي نفس العيد. ليه ما بيتكلموش عن ال7 افلام غير الفيلم ده؟ عشان الاغنيه ديت. طب ما انا عامل لهم 1.5 ساعة يدرس في السينما المصريه. طيب خلينا يا استاذ بهاء اغلاقا لهذه النقطه، لماذا التصيد؟ يعني لو انا قعدت اتصيد في الافلام السينمائيه القديمه هطلع جمل زي اللي قالها الاستاذ احمد السبكي بهذا الشكل. خلاص يعني الناس اخطأت وقالوا حينما اكتشفنا هذا الخطأ وانه الجمله قيلت في مشهد قد لا يكون مناسبا تم حذف المشهد. ليه بقى ابتدي اتهم الناس في اسلامها وهدخل في ان انا اكفرهم؟ اتفضل. والله يا استاذ وائل احنا من زمان من 6 ايام واحنا بنتكلم في الموضوع دوت. بعد ما حقق ايرادات وصلت 10 مليون زي ما بيقولوا، جاي يتكلم ويقولها بعد 6 ايام، تمام؟ وهو بيتكلم مش الشيعة بس اللي اتكلموا، مش الشيعة بس اللي اتكلموا، ده الصوفيه وحتى شيوخ السلفيه اتكلموا، لان اللي بيتكلم عليه دوت اهانه ستنا فاطمه. ستنا فاطمه الزهراء سلام الله عليها لمن لا يعرفها
هي بضعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي خاصه بالمسلمين كلهم. اما يجي يقول لك ده مش فن، اللي بيتقدم ده ما اسموش فن ولا افلام. طب انا عايز طيب الاستاذ اسماعيل هيرد عليك، المخرج. اتفضل يا استاذ مش افلام، ودي احد يا استاذ بهاء اللي ممكن ينتشر في المجتمع. استاذ بهاء، انا عايز بس ارد على حضرتك في حاجه، ان علشان نقدر نشيل اي مقطع من الفيلم لازم ان احنا نروح المعامل المختصه اللي احنا طبعنا فيها الفيلم. الموضوع ما بيتشالش بطريقه عشوائيه، هو مش فيديو هندخل نعمل نمسح الجزء بالفيديو، دي سينما وده ريل سينما 35 لازم يخش يتقص بطريقه، وده محتاج معامل. المعامل قعدت اليوم الوقفه والاربع ايام بتوع العيد مقفوله، لان احنا كنا بنطبع في معامل مدينه السينما ودي معامل حكومه، فالخمس ايام دول المعامل كلها كانت قافله ومفيش موظفين كانوا موجودين. بمجرد ان خرجنا من العيد اول يوم بعد العيد كانت كل النسخ بتطلع نسخه بتطلع على معامل مدينه السينما، والجزء ده بيتشال لانها عمليه تقنيه جدا لازم تتشال بطريقه فنيه، ما ينفعش ان احنا نشيلها بطريقه عشوائيه يعني. فده اللي اخرنا الخمس ايام اجازه عيد الاضحى للموظفين المصريين، لان احنا كنا بنطبع في معامل مدينه السينما. وشكرا. طيب استاذ بهاء، حسما للموضوع، اعتقد ان الموضوع انتهى بهذا الشكل. يعني مفيش داعي ان انا اخدها بشكل تعصب ديني، لانه القضيه انتهت وعولجت، واعتقد انه يجب ان تغلق بالتعليقات اللي انا سمعتها. انت شايف انها يجب الا تغلق؟ ان شاء الله تغلق على خير يا استاذ وائل. واحنا برضه يعني بنرحب برضه بالاستاذ، احنا مش ضد الفن، وبنرحب بالاستاذ محمد رمضان كنجم ساطع، واحنا برضه مش ضد، حتى مش ضد الفنانه دينا اللي احنا عارفين انها اتظلمت في النظام السابق كتير قوي قوي واضطهدوها وبهدلوها. طيب وعايز بس يا استاذ بهاء، بس انا مش عاوز استاذ بهاء لو سمحت، لان الحقيقه انا ما سمعتش حكايه انت بتقول يعني جزار لا يجب ان نهين الناس، لانه الاستاذ احمد السبكي من الذين يعني يخدمون الفن. الآن اكتشفنا يعني ان في بعض المنتجين انسحبوا من الساحة لأسباب كثيرة مختلفة، وهو الوحيد الذي يقف صامدا. يعني انا يعني ما احبش اقول له هذا الكلام في وجوده، لكن مش عايز اهين الناس، والفن في كل الاحوال رسالة يعني. يا استاذ وائل، انا بقدر الفن، بس بعيدا عن اثار اهل البيت. انا بحضر افلام وبنزل سينما، وحضرت افلام كثيره لعيلة السبكي، بس انا كل اللي بتكلم عليه ان هو الاساءة اهل بيت النبي. يعني دي اللي اثرتني واثرت الصوفيه خلاص تم اكتشاف الخطا وتم تصحيحه اعتقد، وتم الاعتذار. حتى الناس بتقول انتوا نبهتونا لكده.